السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد بقى في تصليح المكنسة. الحاجات دي انا كنت عامل الفيديو ده كنت صورته من سنتين برضو. يعني من ضمن الفيديوهات القديمة اللي كانت في القناة القديمة. اول حاجة طبعا بصوا دي خرطوم المكنسة مقطوم كده. كده احنا مش الدنيا مش خربت ولا اي حاجة، ده سهل تصليحه. طبعا الكلام ده اكيد في ناس كتير عارفاه. انا عامله الفيديو ده تاني. انا والله كنت يعني الحاجات دي كانت من سنتين، يعني انتوا فاهمين، من 2019، في اول 2019 كده. ف انا بعمل الفيديو للي ما يعرفش يعني. طبعا الخرطوم متقطم، في ناس ما تعرفش تتعمل ازاي. ده طبعا تصليحه سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه غير ان احنا بصوا هنفك دي من هنا. بصوا في هنا في هنا دي ودي، هتضغط عليها جامد كده وهتروح طالعه معاكي اهي. خلاص، طبعا الحته دي اتقطمت اهي، هتشيليها تقصيها بالمقص اي حاجه اللي اتقطمت اهي. ما تشيليها احسن كده. هنجيب مقص عشان احنا لو عملناها بايدينا هتلاقيها بتسف. فانا هقصها بالمقص اهي اهي. ماشي، وادي كده اهي. وبعد كده هنروح عاملينها ضاغطين على دي برضو تاني اهي. طبعا انت ممكن ما تعرفيش انت تعملي الحركه دي فتخلي جوزك يعملها، لو لان اللي بتاع دي عايزه اعصاب شويه. احنا ضاغطين برضو في الناحيتين اهو. بصي بقى، هي عايزه ايه بقى؟ دي عايزه ضغط جامد، عايزه حد جامد. المهم عشان ايه؟ دي فيها زي شنكل من جوه عشان شنكل من هنا كده عشان يتشعلق في دول، يكلبش في دول. فانا بقى ايه، هحاول يعني احاول اعملها عشان مش هضيع وقت الفيديو وارجع لكم تاني. هي بس عايزه حد يضغط عليها جامد بس. وانا اعصابي سايبه، الواحد بس لسه صاحي من النوم. فلما بنصحى من النوم كده الواحد بيبقى اعصابه سايبه، الواحد بيصور بقى الصبح في هدوء قبل الدوشه وكده. بصوا انا عملتها اهي، قعدت اضغط جامد والف اضغط والف اهي كده اهو اهي لحد ما بصوا اهي سبتت جامد اهي اهي. زي ما قلت لكم مسكت جامد اهي. في بقى حاجة تانية عايزة اقول لكم عليها. حد في اي مكنسة موجودة، طبعا كتير مننا ما يعرفش ايه سببها. الفتحة دي يا ستي علشان تقلل ضغط الهواء. ضغط الهواء اللي هو ازاي؟ وانتي بتعملي بقطعة المكنسة، قصدي قطعة المكنسة بتاعة الستاير مثلا، اللي هي تقريبا هي دي، وانتي بتنضفيها او بتعملي بيها يعني، فلازم ضغط الهواء يكون قليل عشان ما تشفطش مثلا الستاره جوه ولا كده. فانتي بتروحي فاتحه دي فتطلع شويه من ضغط الهواء اللي بيشفط فيها. يعني انا حاولت عشان الفيديو يعني يكون مفيد اكتر، اجمع لكم ايه حاجات معلومات في الفيديو ده. آم، طبعا كلنا عارفين ان ورا هنا كده، ده كده الدرج بتاع المكنسه، ما اللي بتحط فيه الحاجه. في ادراج فيها الاماكن، في اماكن فيها في مكنسات فيها اللي من الدرج ده، وفي مكنسات لا. تاني حاجة البتاعة دي هقول لكم برضو بتاعت ايه. بعد ما بتخلصي وكل حاجة بتيجي تعيني المكنسة بقى بتعملي ايه؟ شايفين ده؟ وهنا قصاد اهو في راس المكنسة دي اهي، بتروح دي راكبة في دي كده كده اهو اهي. بصوا ثابتة ازاي اهي. ده مكان في التخزين يعني. وطبعا العمود والباقي بيبقى ايه في الفتحة بتاعتها هنا. تبقى بالشكل ده اهي. هي عشان يعني ايه تلمي حاجتها، يبقى هنا حاجتها في الدرج، ودي الراس بتاعت المكنسة، والعمود بقى متعان هنا.
في برضو العلامة دي، في ناس كتير ما تعرفش بتاعت ايه دي. بتاعت كيس التراب، لما بيبقى الكيس مليان والمكنسة مش بتنظف كويس او كده، بيبقى الكيس مليان برضو من ضمن الحاجات اللي هو مثلا عايز يتنضف او كده، فانتي برضو بتبصي عليه اهو. انا كده اكون خلصت الفيديو النهارده، يا رب يكون خفيف عليكم واستفدتوا منه، في شويه معلومات خفيفه كده. ممكن كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي مش على كل المكانس، الا موضوع درج الادوات ده بتهيألي مش في كل المكنسات. يعني دي مكنسه ماما هنا، انا استغلت الفرصه ان انا عندها النهارده، فقلت اصور الفيديو تاني النهارده من عندها. دي المكنسات القديمه بتاعت زمان فيها الدرج ده، انا بتهيألي عندي مش موجود. هنشوفها برضو وبعمل لكم فيديو تاني لمكنستي في حاجه تانية. الدرج ده مش موجود، بس هو هنا حاجه كويسه، يعني هم عاملين لي حاجه تانية مكان الدرج ده. كده كنت خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو مش تنسوني بقى باللايك، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.